بما إننا في أيام مفترجة وأيام ذكرى المولد النبوي الشريف، كل سنة وأنتم طيبين. فأنا هاحكي لك قصة حلوة كده من أيام السيرة النبوية، وكانت في أحد الغزوات. كانت في غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت من الغزوات اللي ضد اليهود، وأي حاجة فيها يهود كان دايمًا فيها لبش وفيها حاجات حلوة كده. المهم حصن خيبر موجود، ده من أكبر الحصون اللي موجود في المدينة، الحصن أهو، وإحنا واقفين الناحية التانية بالجنود والجيش بتاعنا زي الفل. فجأة باب الحصن اتفتح، يا فرج الله حلو، بس خرج منه باب تاني. الباب ده كان واحد من أقوى وأشرس مقاتلين اليهود وأضخمهم في الجثة والبنية. ده مين؟ مرحب ابن أبي زينب. لقى واحد خارج بالحصن شايف نفسه وعمال يلوش بالسلاح وصوته قد كده، بيقول إيه؟ قد علمت خيبر أني مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحبا. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن حينا وحينا أضرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. لا، ده أنت شايف نفسك أول مرحب وحاجة كان ضخم الجثة مرعب، وإحنا الناحية التانية. في بعض الأحيان في الحروب أو الغزوات كان بيجي بطل من الجيش ده يطلب إنه يبارز بطل قصاده من الجيش التاني ويبارزوا بعض، والله ممكن الحرب أصلا تخلص بالطريقة دي. المهم في اللحظات اللي زي دي والدنيا مشدودة والحرب، في لحظات أو ثواني أنت بتبقى قلقان، ما أنت بني آدم، ييجي لك القلق بقى دقيقة أو ثواني، لحظات أنت ونصيبك. المهم إن أنت بتخاف ولو ثواني، حتى طبعًا لو أنت مُقبل على الشهادة وهتموت في سبيل الله أو أي حاجة طبعًا من الحاجات دي، ولكن بييجي لك في لحظة. ولكن اللي هيخرج هنا المرحب ما عندوش الكلام ده، ما بيعتمدش. مين اللي خرج له؟ سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب لمّا لقى مرحب داخل بالطريقة دي، لأ وما شاء الله بيقول قصيدة شعر علمت خيبر أني مرحب، وأمه سميته مرحب وأهلًا بيك ومرحب. قال لك لأ، أنا ثبات انفعالي ما فيش زيه. بدل ما يخش بقى مركّز عليه، طب هيعمل إيه مع الكائن ده، مع الباب ده وحش قدامه، قال لك الله لأ، ده أنا هارُد عليك الأول بالشعر، هاروّع عليك، هامسح بيك الأرض بالكلام، وبعدين نتبارز ونشوف الدنيا فيها إيه. سيدنا علي قال إيه بقى؟ اسمع: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القسرة، كليث غابات كريه المنظرة، على الأعادي مثل ريح صرصرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أضربكم ضربا يبين الفقرة، وأطرق القرن بقاع جزرة، أضرب بالسيف رقاب الكفرة، ضرب غلام ماجد حزورة، من يترك الحق يقوم صغره، أقتل منهم 7 أو 10 فكلهم أهل فسوق فجرة. إيه ده؟ إيه ده؟ وقامت المبارزة بينه وبين مرحب ابن أبي زينب، وتقريبا فلق دماغه نصين وخلص عليه. لا فتى إلا عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.